لما ورق العنب يعدي عليه سنة ويطلع بالجمال ده يبقى لازم اخزنه من السنة للسنة. واقول لكم بقى السر والطريقة اللي انا متعودة عليها من سنين واللي اعتمدتها خلاص واستحالة اغيرها مهما حصل. الكيس ده فيه ورق العنب اللي انا خزنته معاكم السنه اللي فاتت. وطبعا تقدروا تراجعوا الفيديوهات، الناس اللي متابعاني عارفه ان انا خزنت ورق العنب السنه اللي فاتت بورق الزبده، والطريقه دي من انجح واحسن الطرق اللي انا جربتها بجد، وانا متاكده اي حد هيجربها هيدعي لي. نفتح بقى ورق الزبده ونشوف دلوقتي كده مع بعض شكل ورق العنب اللي انا مخزناه من السنه اللي فاتت. بس يا ريت لو وصلت للمرحله دي ونسيت تحط اللايك ادعميني كده بلايك حلو منك عشان الوصفه دي توصل لكل الناس، علشان وصفتنا النهارده بجد تستحق. ده كده شكل الورقه بتاعتنا، طبعا فتحتها وده كده شكل الورق. شايفين ما شاء الله ده يا جماعه اللي انا عاملاه معاكم السنه اللي فاتت. هجيب كده ميه مغليه ونبدا نجيب ورق العنب نحطه في الميه المغليه. طبعا ممكن تحطيه على النار براحتك خالص، بس هو مش محتاج ان انا ارفعه على النار. انا يا دوب بغلي الميه وبحط فيها ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، واسيبه بس ايه دقيقتين، وبعدين هخرجه دلوقتي من الميه معاكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا مكسر ولا مدقدق كده؟ في ناس اوقات بتطلع ورق العنب تحسيه كده مدقدق كده من الحرف ومكسر معاك وعامل زي البودره. لا، هنا الورقه سليمه ولا جرى لها اي حاجه خالص. الورق بسم الله ما شاء الله كانه طازه، كانه لسه معمول دلوقتي، مش متخزن ولا اي حاجه. شايفين شكل الورقه؟ وبرضه هحشيها دلوقتي معاكم وهتشوفوا ما شاء الله هي حلوه ازاي، وبتتلف معايا سهل جدا جدا. ما شاء الله مفيش احلى ولا اجمل من كده، بجد لازم تجربوا الطريقه دي، واللي يجربها يقول لي رايه في الكومنتات، يهمني جدا جدا. نبدا كده على طول ونشوف بقى احنا بنعملها مع بعض ازاي. بس زي ما قلت لكم ادعموا الفيديو ده باللايك والشير عشان عايزاه يوصل لكل الناس. اول حاجه انا ورق العنب بشيل العنقود بتاعه تمام، وما بغسلش الورق نهائيا، انا مش عايزه فيه ولا نقطه ميه، زي ما هو كده. بنرص طبعا الحجم، كل حجم بنرصه مع بعضه، يعني الكبير مع بعضه والصغير مع بعضه. بجيب ورقه الزبده وببدا احط فيها الورق زي ما شفتوا كده معايا، ونبدا نطبق على ورق العنب. المهم نقفل عليه كويس، وطبعا بقفل زي ما انتم شايفين كده باي سوليتيب او بلاستر، اي حاجه طبعا متوفره عندك. وبعد كده بحطه في كيس، وخطوه الكيس دي طبعا مهمه جدا جدا عشان ما يجيش عليه اي ميه من التلاجة. لو انت التلاجة عندك مثلا بتعمل ميه او التلج عندك بيسيح او اي حاجه. انا عن نفسي مخليه اخر درج عندي في الفريزر اللي هو بيبقى ورا الموتور على طول، بحط فيه ورق العنب وبحط فيه الخضره، وبيطلع زي ما شفتوا كده معايا في اول الفيديو كانه لسه طازه. اما الطريقه التانية اللي متعارف عليها واغلب الناس بتعملها اللي هي بالاسترتش، والطريقه دي برضو حلوه جدا جدا. برضو نفس الحكايه، ما بنغسلش ورق العنب خالص. كل اللي بنعمله احنا بنحط برضو كل مقاس كده مع بعضه ونفرده على ورق استرتش، وتبداي تلفيه رول وتقفلي كده من الاطراف وتلفي رول معاكي بالشكل ده. وبرضو انا بجمع كل الاكياس دي بحطها في كيس تلاجة علشان تبقى الحاجه منظمه عندي في الفريزر ما تكونش مبهدله. وبكده خلاص اكون خزنت ورق العنب، وطريقه سهله جدا جدا مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. وريت لكم الطريقتين تقدروا تعملوا الطريقه المناسبه ليكم، بس صراحه اللي بورق الزبده ممتازه. طب لو انا ما عنديش ورق زبده، اي ورقه كراسه عندك، الكراسات طبعا بتاع الاولاد بس طبعا ما يكونش فيها كتابه خالص، يعني مثلا ورق كراسه رسم او كراسه مثلا كشاكيل من الاولاد اللي بيبقى ايه مش كاتبين فيها. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى لو عجبكم تشيروه لكل حبايبكم.